حكمة حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية. بداية كل عام وانتم بخير بمناسبة أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد. حقيقة الأمر انقضى العام 2019 بمزيد من التغيرات السياسية على المستوى الأزمة السورية، وخصوصا ما يتعلق بالعدوان التركي واحتلال مناطق أخرى من سوريا. ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية على الرغم من خسارة مساحة جغرافية من الأراضي السورية إلا أننا مصرين من أجل بناء مشروع ديمقراطي إلى مركزي لكل سوريا. فتمت خلال العام 2019 العديد من التطورات خصوصا على الجانب السياسي، حيث استطاع مجلس سوريا الديمقراطية من خلال ورشات العمل التي أقيمت في أوروبا ومن خلال الزيارات المكوكية لوفود من مجلس سوريا الديمقراطية لتغيير الموقف الدولي تجاه الأزمة السورية، وبالتالي فضح الجرائم التركية وأن تركيا هي دولة معتدية ليس لديها مشروع إلا الاحتلال والاستبداد وإعادة أمجاد السلطنة العثمانية من خلال إعادة أمجاد الميثاق الملي. على هذا الأساس انطلقنا بالعام 2020 من خلال وضع برنامج جديد واستراتيجية جديدة لمجلس سوريا الديمقراطية، يتعلق ذلك من أجل العمل لعقد مؤتمر في القاهرة 3 من أجل خرق الفيتو التي وضعته تركيا لمشاركة مسألة والإدارة الذاتية في العملية السياسية إن كان في جنيف أو مكان آخر. ونحن حقيقة الأمر نطور الحوار السوري وأيضا نعمل خلال عام 2020 الشهر الثالث من هذا العام يعقد المؤتمر الوطني الجامع لقوى المعارضة في سوريا. أيضا هناك تطوير لعمل المؤسسات وعمل المكاتب، ونحن خيارنا الاستراتيجي حقيقة الأمر هو الحوار الداخلي السوري، على الرغم من تعنت النظام السوري في النظام المركزي إلا أننا برعاية روسية من الممكن أن نصل إلى حل سياسي خلال عام 2020. نحن حقيقة الأمر متفائلون في هذا العام بأنه سوف تتغير الكثير من الموازين الدولية، وخصوصا بعد التمدد الكبير لدولة العدالة والتنمية ووصولها إلى ليبيا، هذا يؤدي إلى ضعفها وبالتالي انكشافها بشكل واضح وصريح أمام المجتمع الدولي. نحن نتمنى أن يكون عام 2020 هو نهاية الأزمة السورية وخروج البلاد من أزمتها ووقف نزيف الدم السوري، انطلاقا من الحوار الوطني السوري وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية لكل السوريين.